ايوه بقى، احلى حلة ورق عنب. تسلم ايدك يا حمودي. بسم الله. بسم الله. يا الله، بصوا الملوخية الخضراء وجمالها بقى. يا سيدي، وكل كوم بقى، وشوربة الفريكة دي في كوم تاني خالص. عشان نعمل السفرة الحلوة دي تعالوا اقول لكم عملت ايه. جبت في الاول حلة، حطيت فيها معلقتين كبار حلوين سمنة عشان ادي اللحمة صدمة. حطيت بس فيها كام فص حبهان، وحطيت فصين مستكة بس ما ظهروش مش عارفة ليه. هبتدي ادي اللحمة صدمة. بصوا اللحمة دي لحمة تريبيانكو، عرق تريبيانكو. مش احلى حاجة في الاكل طبعا، احلى حاجة ليها انها تتعمل لحمة باردة وهي عرق كده سليمة وتتقطع وكده. بس انا الولاد عندي بيحبوش اللحمة فيها اي حاجة، يعني هما بيحبوا دي بس، بيحبوش اللحمة فيها اي حاجة تانية. يعني هي مش احلى حاجة ان احنا نعملها اكل، فما تعملوش زي يعني انتوا ممكن تحطوا اي قطعية تانية انتوا بتحبوها بقى او ولادكم بيحبوها. بس لو ولادكم بيغلبوكوا زي حالاتي كده، يبقى هي اللحمة دي اللي هتجيب معاهم من الاخر وهيحبوها وياكلوها. المهم لو انا بديها صدمة كده بتبدأ تقوص شوية من على الحروف عشان الحرف بيتشد، فبجيب المقص كده واديها قصة كده خفيفة من على الجناب، فبتفرد بعد شوية كده وهي بتتشوح بتفرد عادي. اديتها اللون الحلو الذهبي الجميل ده. بس شلتها كمان من الحلة، وابتدي بقى احط في نفس الحلة مكعبات صغننة كده، قطعة لحمة واحدة قطعتها مكعبات صغننة خالص، اعمل بيها وصفة لوحدها، هنعمل بيها شوية شوربة بقى ايه حكاية. المهم اشوحها بس حلو قوي كده لحد ما تاخد لون وتتكرمل وتبقى جميلة، وبعد كده هشيلها من الحلة دي. الحلة دي بتاعت الطقم الجديد بتاع امبارح. نسيت اقول لكم حاجة مهمة جدا، ان مدام ايمان صاحبة البيت الخليجي الاصلي عندها محلين، مش محل واحد، واحد في القاهرة وواحد في اسكندرية. في القاهرة البيت الخليجي الاصلي، وفي اسكندرية البيت الخليجي الاماراتي. عندها المحلين دول، ده غير طبعا الجروبات واللينكات اللي انا حطيتها لكم امبارح. بس يلا نكمل بقى. انا خدت كده خلاص اللحمه بعد ما اتكرملت الكرمله الحلوه دي عشان تديني لون تحفه بقى للشوربه. هتشوفوا دلوقتي هتخلي لون الشوربه عامل ازاي. عايزه اقول لكم بقى، وانا لما بكون هعمل محشي وعندي كيس زي ده في الفريزر بحس ان عندي كنز. بعملش بقى خلطه محشي. دي خلطه محشي كنت عامله قبل كده كميه، فبشيل جزء منها وبشيله في الفريزر عشان المره الجديده لما اكون هعمل محشي بقى يبقى عندي الموضوع ده سهل. احط عليها بس ملح وفلفل وكمون وكزبره وشويه بهارات صغيرين وشويه زيت والرز واقلب وخلاص. بيكون فيها بقى ايه طماطم متسبكه، يعني طماطم حطها على النار عاملاها صلصة متسبكة، وفيها البصل يعني مفروك كده بشوية ملح بفلفل، وحاطة فيها بس شوية الخضرة ومقلباهم وخلاص على كده. بس الموضوع ده بيبقى سهل جدا. لما تكونوا بتعملوا خلطة محشي ابقوا زودوا منها الكمية وشيلوا كيس كده في الفريزر، هيبقى بالنسبة لكم اليوم اللي بعده بقى اللي هتيجوا تعملوا فيه محشي يبقى الموضوع سهل جدا. انا حطيت عليها دلوقتي الحاجات اللي انا قلت عليها، وحطيت شوية رز غسلته وهقلب كده وكده، بقت خلاص خلطة المحشي جاهزة، بقت زي الفل. جبت بقى الحلة اللي انا اديت فيها اللحمة صدمة، هي من غير ما اغسلها حتى، رصيت فيها بس كده شرايح بصل وطماطم في القاع من تحت، وهبتدي احشي الكرنب. عايزه اقول لكم ان ورق الكرنب ده برضو جايباه بصراحه يعني، بس انا جايباه جبر خواطر. يعني لما بيكون في حد بيعمل حاجه زي كده وبيبيع، عايزه اقول لكم نجبر بخاطره لو احنا في امكاننا. يعني انا مش بتكلم على كل الناس لازم تشتري منهم، لا، يعني اللي في امكانه يشتريه جاهز كده ياخد منه جبر خاطر. وخصوصا لو لقينا مثلا طفل واقف مثلا اخر النهار بيبيع ولا حاجه، مامته هي اللي عامله في البيت، فبحب اخد منه بصراحه جبر خاطر. وفي نفس الوقت طبعا انا ارتحت، يعني انا ما جبتش الكرنب وسلقته وقطعته وعملته، فاهمين يعني؟ فالموضوع بالنسبه لي كمان كان سهل جدا. بس خلصت بقى الكرنب الكام صباع دول، وبصراحه الهام هي اللي خدت تكمل بقيه الحشو. وورق العنب انا هوريكم بس اول صباع كده، وبعد كده محمد هو اللي هيكمل. اهو بحط ورق العنب، بخلي الناحيه الخشنه هي اللي من فوق كده عشان يبقى هي اللي جواها الرز ويبقى مقفول عليها من بره، والناحيه الناعمه هي اللي تبقى من بره، يعني الرز من جوه والناحيه الخشنه من جوه اهو، والناحيه الناعمه بتبقى هي اللي من بره. وبنقفل عليها بالشكل ده كده، بنجيب الجزئين دول كده ودول كده، وبعد كده بنلف بنفس الشكل ده كده اهو.
محمد بقى، دي بقى ايد محمد. محمد هو اللي كمل بقيه ورق العنب الكميه كلها، انا بس كنت عامله شويه اللي كانوا على القطاع في الاول. بس اهو بصوا محمد بقى استاذ في لف ورق العنب اهو. هو اللي عمل الكميه دي، بسم الله ما شاء الله عليه، يعني الله اكبر ما شاء الله، هو اللي عمل كل ده. وهو اللي كمل بقيه الكميه كلها بصراحه. تعالوا بقى هكمل الحاجه بتاعه الشوربه. حطيت هنا شويه بصل مفروم برضو كان متفرز، عايزه اقول لكم الحاجات اللي متفرزه دي والله بتنقذ. حطيت حته من البصل كده المفروم لحد ما فك، وبعدين اديته كمان تقليب كتير لغايه ما دبل خالص كده زي ما انتم شفتوه. حطيت عليه بعد كده شويه فريك حلوين مغسولين اهو، وابتدي اشوح في الفريك كده لحد ما احس ان يعني الفريك اتحمص كده من التشويح يعني، وريحته طلعت وبقت جميله. بس هشيله من الحله اللي انا قلبت فيها دي، وهحط في نفس الحله دي شويه اللحمه اللي انا كنت كرملتهم كده واديتهم صدمه في الحله التانية، واحط عليهم ميه مغليه واسيبهم يستووا هما الاول. يعني هما هياخدوا سوا، اللحمه هتاخد سوا اكتر من الفريك. هشيل بس فصوص الحبهان اللي كانت طالعه هنا مع اللحمه، وهسيب اللحمه دي تستوي، تاخد مثلا بتاع نص ساعه الاول تغلي لوحدها، وبعد كده حطيت عليها رشه حبهان باودر، وبعد كده هبقى احط عليها الفريك اللي انا شوحته مع البصل. بصوا لونها اهو بقى فاتح ازاي لما نزل عليها الميه. هي لونها ما كانش ايه محروق ولا حاجه، هي كانت متكرمله حلو، بس واخده كرمله الحله اللي كانت موجوده فيها مكان صدمه اللحمه اللي قبلها كمان. بس حطيت بعد ما استوت بقى حطيت شويه الفريك هنا، وهبسيبها بقى ايه لغايه ما الفريك يستوي. هزودها كمان شوية مية هنا، ودي بتبقى شوربة حكاية، جربوها تحفة. الشوربة دي تحفة، طبق يعني رئيسي، حتى لو عاملين عزومة حلوة قوي كبيرة كده تقدروا تعملوا الشوربة دي يعني كأنه طبق رئيسي. لا هو مش طبق رئيسي يعني، بس كأنه طبق رئيسي من كتر ما هو فيه اللحمة، يعني في لحمة مكعبات وفي الفريك، وانا عايزة اقول لكم ده هي وجبة غنية، الشوربة دي وجبة غنية والله. بس ظبطت الملح بتاعها وكده خلاص تمام زي الفل. في الوقت ده بقى انا كنت مقطفه ملوخيه وسايباها وغسلاها وسايباها تنشف على فوطه مطبخ كده او قماشه بيضه. بصراحه انا بنشف دي خليها مخصوص، بنشف عليها الملوخيه والباميه والحاجات دي. محمد بقى هو اللي قال لي لا هذا انا اخرطها لك، بلاش تخرطيها وكملي. وده محمد هنا اللي بيخرطها، بس هيخرطها بقى وبعد كده انا هكمل. هنا برضو رصيت شرايح من البصل والطماطم عشان هحط عليها اللحمه اللي احنا اديناها صدمه اهي، اللي هتبقى تحت ورق العنب، بتبقى واخده من طعم مزازه ورق العنب وبتطلع حكايه. بس هي القطعيه بس لو كانت كمان احلى من كده كانت هتبقى حدوته. عارفين ممكن تستعملوا كمان بدل القطعيه دي الانتركوت، بتبقى تحفه يعني، بتبقى حلوه قوي تحت ورق العنب. بس ببتدي ارص بقى ورق العنب بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده، داير ما يدور الحله كده، بمشي مع الحله اهو داير ما يدور، وهي كده ايه يعني عموديه على حرف الحله، وفي النص برص اي رص. انا بس نقلتهم من الصينيه اللي كنت برص فيها للحله دي عشان الصينيه ما كانش هتكفي، ما كانش هينفع يعني. بس وببدأ بقى اسقيها، وبسيب اخر رصة من فوق ما فيهاش شوربة، ما يبقاش باين فيها الشوربة، يعني تبقى الشوربة متدارية ما تبقاش واصلة لغاية اخر اهو. بصوا بالشكل ده كده اهو، يعني كأنها ما فيهاش شوربة اهو. بس وبغطي، لاني لما بضغط ضغطة كده الشوربة بتبان اهو. بغطيها بطبق كده، بحط عليها طبق مقلوب وبغطي عليها وبولع عليها النار، وبسيبها في الاول بنسيب النار عالية لحد ما بتبدأ تغلي، وبعد ما تبدأ تغلي بنوطي. ونفس الكلام بعمله برضو في الكرنب اهو بالشكل ده. بعد ما تبدأ تغلي حلو قوي كلها بهدي بقى النار. شوية شوربة حلوين بقى، حطيت فيهم معلقة صغننة كده توم مفروم، واسيبها تاخد غلوتين عشان نعمل فيها الملوخية. بس بعد ما خدت غلوتين حلوين كده والتومة استوت، التومة النية، هحط الملوخية اللي احنا اللي محمد خرطها اهو، هحطها بقى كده واديها بس تقلبتين. وبمجرد ما بشوف مكان واحد بس كده بيبدأ يبقلل كده ويبدأ يغلي في الملوخية، بشيلها على طول. ما بسيبش الملوخية تغلي كتير على النار خالص خالص يعني. عايزة اقول لكم يعني بصوا ده كده اهي طولت، يعني الحركة دي طولت على ما جبت الماسك. بس بديها برضو تقليبة بعد ما بنزلها وخلاص. ابتدي بقى اعمل فيها اعمل لها يعني الطشة، اعمل لها طشة التومة. حطيت هنا حوالي 3 معالق سمنة حلوين كده مليانين، حطيت عليهم شوية توم، حوالي مثلا معلقة كبيرة مليانة توم مفروم، وابتدي اقلب بقى في التوم ده برضو متفرز
اللي احنا كنا فرمناه مع بعض وفرزناه اهو. هبتدي اقلب فيه بقى كده لحد ما التومه تطلع ريحتها كده وتبقى كأنها هتبدأ يعني تاخد لون. بحط عليها على طول بقى معلقتين كزبره صغيرين، وابتدي كزبره ناشفه يعني مطحونه، وابتدي اقلبها كده لحد ما التومه تاخد اللون الذهبي الحلو اللي هو ده اهو. بس وترشها بقى على الملوخيه او انزل بملوخيه عليها بعد ما اكون طافيه النار. طبعا يعني انا في اللحظه دي انا طافيه النار، دي سخونه الطاسه بس. وتبقى احلى ملوخيه. كلي احلى ملوخيه بقى، تبقى مسكره وجميله وتحفه. بس ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب وتعملوا احلى من كده كمان. بس كده خلصنا الملوخيه كمان. فاضل ايه تاني؟ ولا حاجه، بس فاضل شويه سلطه بس نعملهم. بصوا الملوخيه لونها اخضر وحلو ازاي. ما بنغطيهاش اول ما بنبقى لسه ما عملنالهاش الطشه. بعد ما نحط الطشه بقى غطي براحتك يعني. هنعمل شويه سلطه بقى، طماطم مكعبات، خيار مكعبات، فلفل مكعبات، شويه ورق كرنب بنفسجي عشان اللون برضو والقيمه الغذائيه فيه عاليه، شويه جزر مبشور، ونقلب كل ده ونعمل له بقى ايه الدريسنج بتاعه. نحط عصير ليمونه كبير، معلقه خل عنب احمر حلوه دي بتدي طعم حلو قوي للسلطه كمان، معلقه زيت زيتون اهو، ونحط عليها كمان رشه ملح مش كتيره بسيطه لان هي كده كده الطماطم اصلا مالحه، ورشه فلفل اسود بس عشان الطعم تطعم، ونقلبهم حلو قوي كده مع بعض ونحطهم بقى فوق السلطه بس. ونقلب طبق السلطه وكده بقى ايه يعني خلاص بقت الوجبه كامله متكامله مش ناقصها اي حاجه. بس كده نغرف بقى السلطه في طبق حلو كده وخلاص. وبس كده. في الوقت ده كمان كان المحشي خلاص كمان استوى، اختبرته بتاع محشي كرنب، ومحشي ورق العنب هنا برضو كان خلاص اتشرب الشوربه كلها واستوى، وهنبتدي بقى نغرف بس. ودي سفرتنا النهارده، سفره محترمه معتبره. اولهم طبعا واهمهم طبق السلطه الخضراء الجميل قوي ده، الشوربه اللي بالفريك، شوربه بالفريك واللحمه. بصوا قربوا كده، شايفين المعلقه منها بقى كده حكايه. وبصوا اللون بتاعها تحفه تحفه تحفه. طعمها استنى خطيره، لازم تجربوها. ومحشي ورق العنب بتاعنا اللي تحتيه اللحمه دي، بصوا بقى اللحمه دي حوار تاني خالص. بصوا مستويه حلوه قوي من جوه، ودي زي ما قلنا ده عرق بالتربيانكو عشان الولاد عندي بيحبوها حمرا خالص كده. بس انتوا بقى تقدروا تستخدموا قطعيه تانية كمان احلى من كده. ممكن تستخدموا مثلا الانتركوت، تبقى تحفه جدا بقى تحت ورق العنب. لكن اللي الولاد وبيحبوا اللحمه حمرا قوي كده يستخدم عرق التربيانكو، بالنسبه له تحفه. والمحشي الكرنب التحفه الخطير بتاعنا ده. وطبعا اهم حاجه للملوخيه هو العيش الشمسي. العيش الشمسي عشان الملوخيه ما تنفعش من غيره. بصوا حلاوه العيش الشمسي لما تيجي تاكلوه بالملوخيه، انه في من جوه لبه كبيره. اللبه الكبيره دي هي اللي بتشرب الملوخيه فبتاخد كتير يعني من غير ما تحتاجي بقى تعملي ودن قطه والحاجات دي. فبصوا اللقمه بتبقى فيها لبه كده، تقدروا ايه وانتوا بتاكلوا الملوخيه بتشيل يعني. بصوا بتشيل كتير قد ايه. شايفين اللقمه وجمالها؟ يا نهار ابيض يعني مش عارفه اقول ايه. خطيره السفرة على بعضها كده تحفة. جربوها كلها مع بعض. محشي ورق عنب وكرنب وملوخية وشوربة الفريك ومعاها شوية سلطة خضراء وعيش شمسي أهم حاجة عشان الملوخية، طالما الأكلة دي معهاش رز يعني. بس يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب يكون ظريف ولذيذ وخفيف كده على قلوبكم. أسيبكم في حفظ الله وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع ألف سلامة، بحبكم جدا في الله.